ايام زمان. معناها ايام الميدان. يا سلام، كانت ايام كلنا ايد واحده، مسلم ومسيحي، ابلي وبحري، ستات ورجالي، شباب وشياب. يا سلام لو ترجع دي الايام ان شاء الله هتنزاح الغمه وترجع اللمة وتتوحد الأمة. لما ينتخب رئيسنا الجديد الكل هيبقى سعيد وبلدنا تبقى عمار، ونلبس جديد في جديد. عمار يا مصر عمار. يا ترى ايه الأخبار؟ اخبار ايه؟ اخبار انتخابات يا عمده. خلينا نشوف. رجعوا في كلامهم ونزلوا مرشح خان العهد، خافوا الوعد. ابوت واعرف الجدع ده عامل مناح ليه؟ هيتكلم على مين؟ ده بيتكلم عن الناس العترة اللي كانوا معانا في الميدان ووقفوا مع الرجالة في معركة الجمل. كده يتكلم على اجدع رجاله كتير. اروح ادوخ يا ريال. اصبر بس يا عمدة، اصبر. احنا مش هدفنا سلمية سلمية. انا لازم اروح افتح له نافوخه. من بعد الثوره يا عمده كل واحد ياخد حقه بالقانون. احنا نرد عليه الاول وبعدين نشوف اخرتها معاه ايه. يلا بينا يا رجاله. انت ياد انت ياد، ليه شغال تأثير على الناس المقهرة؟ اخ ياد، ايه يا عم انت ما تعرفنيش يا عمكن؟ شمكن لما يقص رجليك تكون مين يعني؟ انت قاعد واحد من اتنين، يا تبع الحكومه واللي معينك صفوه الشريف، او معين سيدك او سيد سيدك، ودول عايزين يخربوا البلد ويجيبوا عليها وطيره عشان ينتقموا اللي زلوه وسجنوه. يا تكون كمان تبع الخصوصي وتروحوا وتلخوا فلوس بتدفع لك الهوا المصري في كروشه، اراضي ومناجم وهلم جر، وخايفين حد محترم يجي يقول لهم من اين لك هذه. حد محترم ارجوك سيبنا شوف شغلي، سيبنا شوف شغلي. يا ريتك تشوف شغلك بس تشتغل بشرف. تشتغل يد من يرضي الله، وتشتغل كمان لصالح البلد وولاد البلد، مش تكذب وتفتري على الناس المحترمه دي. طول عمركم كدابين، قلنا الثوره هتنضفكم لكن يظهر مفيش فايده فيكم. انا قلت الحق من الاول، هو انا اللي رجعت في كلامي ولا هم اللي رجعوا في كلامك؟ هم اللي رجعوا في كلامهم ونزلوا مرشح. انا معايا حق. ايه اللي انت جاي تقول عليك؟ انت عارف قبل معنى الحق ايه؟ حق مين يا جكس عقة؟ شوف يا، لو انا حلفت منزل البحر تاني وبعدين وانا ماشي على الشط رتبنك انت بيغرق، انزل الحقه ولا اسيبه؟ رد يا فالح، رد ردك المية بزورك. ولا عايزهم يسيبوا مصر تولع وهم يتفرجوا عليها؟ لا يا اخويا، يطفوها وبعد ما يطفوها يكوشوا ويكوشوا لحد ما يكوشوا على كل البلد. ولا انت عبيط ولا شكلك كده؟ يجيبك يمين تروح شمال، هم مين دول اللي هيكوشوا يعني؟ هنسألك سؤال، لو انت مسقف وابني مسقف زي ما بتقول تجاوبني عليه، اللي كوشوا على كل حاجة دول اتعين لهم كم محافظ او كم وزير او كم سفير كم مدير او كم حتى غفير؟ رد ردك المية بزورك. هو قال عامل لي مسقف قال وانت ما تعرفش الالف من كوز الدوره. يا ضلالي جاتك 60 خيبه لانك عارف ان ما تعين لهمش ولا واحد من دول، وليه يكوشوا قال. طيب يعني هم كانوا عملوا لنا ايه في مجلس الشعب؟ ما احنا انتخبناهم كلنا في مجلس الشعب، عملوا لنا ايه؟ حد يرد عليا، عملوا لنا ايه؟ ما هو اللي على البر عواه واللي ما يعرفش يقول عدس. ياكش انت فاكرهم خاليين شغل زيك وما لهمش حاجة غير القعدة في التلفزيونات ويقبضوا قش وشويات. شوف يا غلبان، هو مجلس الشعب ده سلطة تنفيذية ولا تشريعية؟ ده تشريعية. يعني لما نجيب نجار يصلح لك البيبان والشبابيك ينفع نشتكي عليه انه ما صلحش الثلاجة والبوتاجاز والتلفزيون؟ وبعدين الحكومة اللي معينها المجلس العسكري عما تخرب في البلد يكون نجيب اللوم على مجلس الشعب اللي عايز يشيلها. وبعدين المجلس الشعب في 3 اشهر بس عامل حاجات كتيرة من اختصاص، بس الاعلام مغنى عليها. منها يا ابويا رفع تعويضات شهداء الثورة والعز الكلي من 30
وثبت المؤقتين في الوظائف خلال 6 شهور، وخلى الثانويه العامه سنه واحده عشان يخفف عن الناس الغلابه اللي زينا، ومنع إحالة المدنيين للقضاء العسكري، وكمان يقول يحدد الحد الأدنى والأقصى للأجور، ولسه ربنا يفرجها كمان وكمان. وقانون عزل الفيول، ولجنة تقصي حقائق بورسعيد اللي قدمت العشرات من الضباط والبلطجية للمحاكمة. وحل مشكلة الحيوانات الصفراء بتاعت الغلابة اللي كانوا في العراق، واعتمد مشروع كمان الجسر البري بين مصر والسعوديين، ووقف توزيع الأراضي بالهبول كده لغاية ما تتحط قواعد عدل، وألزم الحكومة كمان بدفع التعويضات للغلاب اللي ماتت لهم مواشيهم بالحمى البراعية، وعمل الهيئة العليا للحج والعمرة عشان ما يتنصبش على الناس اللي زيي وزيك، واتفقوا كمان مع الأوروبيين على تطهير أرضنا أرض مصر من حقول الألغام. وبعدين احنا عايزين من مجلس الشعب يصلح في 3 أشهر بس اللي أفسده مبارك في 30 سنة، مش لما يبقى يمسكوا الحكومة نبقى نحاسبهم. ماشي، يعني يمسكوا مجلس الشعب ويمسكوا الحكومة ويمسكوا الرئاسة، أمال مين هيراقب مين؟ مين هيراقبهم يا عم الحاج؟ لازم يحصل برص. بلص يكسر نافوخك. توازن يا حاج. يراقبك ويطلع عينيك. توازن يا حاج. ايه ما تقول كلام عدل يا بنت؟ هو انت تخالف تعرف؟ يعني عايز تفهمنا ان الصح نجيب ناس مخصوص عشان يعندوا ناس يبقوا خلف خلاف، وحال البلد توقف ومصالح العباد تتعطل. بص ياض كده يمينك وشمالك، شوف كل البلاد الديمقراطية اللي ماشية زي الناس. وبعدين البرلمان هو نفسه اللي بيشكل الحكومة، وهو اللي بيأيد الرئيس من نفس الحزب عشان الامور تمشي، ولو ما حصلش كده الحال بيقف، وكل شويه انتخابات جديده ومشاكل ملهاش اول ولا اخر. بص يا ابوي على تركيا كده ما شاء الله عليها، ايه الحلاوه دي؟ رئيس وحكومي وبرلمان، واخر حلاوه منغنغ، محدش قال عليهم تلت التلاته كار زي المتاعيس اللي عندنا، اللي هيفكروا يا ابوي ازاي يوقفوا في حالة بلدنا، الله يوقفوا في حالهم، ويقولوا قال مفكرين قال بلا خيبه. وبعدين يا سيدي لو ما عجبكمش مش هنروح بعيد، كلها 4 سنين وننتخب حد غيرهم على مزاجه. لسه هنستنى 4 سنين؟ يا مصر كبيرة يا جدعان، مصر كبيرة. وبعدين مين يطلع مين اللي انتوا عمالين تقولوا عليه ده؟ مين اللي هيصلح البلد ده؟ ولا انت عبيط يالا ولا شكلك كده؟ في حد في مصر كليات يا ابو العم ما يعرفوش ايه؟ الراجل الدكتور باشمهندس محمد مرسي ده كمان استاذ ورئيس قسم الموارد بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، واللي اتدرب وهو طالب في اكبر مصانع الصلب في العالم في السويد والبرتغال، اللي عمل الماجستير بتاعه في الطاقة الشمسية، ودكتوراه في حماية مركبات الفضاء. ده كمان اشتغل في مشروع تطوير محركات مكوك الفضاء اللي بتطلعه كانت ناسا الامريكية. يعني يا ابني عالم بحق وحقيقي، وكمان درس واشتغل في جامعة القاهرة والفاتح في ليبيا وكاليفورنيا في امريكا. واختاروه رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بمجلس الشعب من سنة 2000 ل 2005. وكمان يا ابو العم قدم كثير من طلبات الإحاطة والاستجوابات، وخصوصي كارثة قطر الصعيد وعمارة الموت في مدينة نصر، وعشان كده اختاروه الناس اللي بتفهم أحسن برلماني في العالم. ولما اتعملت يا حبيبي انتخابات 2005 وفاز للإخوان 88 عضو، حبيبي العدلي كان راسه 1000 ولا بلاش سيف ما ينجح الدكتور مرسي بالذات. تفتكر ليه؟ ليه يا نبيل؟ عشان عارفين قيمته وخايفين منه، وعشان كده الحمل عليه اليومين دول وعلى جو يا ابوي. عشان ايه؟ عشان راجل من دهر راجل. مش بس كده، ده كمان شارك في تأسيس الجمعية الوطنية للتغيير مع المرحوم عزيز صدقي. واعتقلوه لما نزل مع الناس المحترمة في الوزارات ينادي باستقلال القضاء سنة 2006. وكمان يوم الخميس 27 يناير 2011 تعرف ليه يا ابني؟ عشان دوره الكبير قوي في الترتيب والدعوة لجمعة الغضب يوم 28. وعشان كده يا ابو العام الاخوان المسلمين عشان عارفين قيمته واختاروه رئيس لحزب الحرية والعدالة. وعشان بيحبوا مصر بحق وحقيقي شافوا انه احسن واحد ينفع ورشحوه للرئاسة. ليه؟ ليه يعني هي مصر عربية؟
ينزلوا لنا واحد ستيب؟ عايزين يحكم مصر واحد ستيب؟ اخصى عليك قليل الاصل. ما هو انت لو اهلك ربوك صح، لو كنت تعرف الاصول ما كنتش تقول كده على واحد كريم ابن اصله. ده بدل ما تشكر الراجل المحترم اللي ساب الشغل في امريكا ودولارات امريكا وجا عشان يخدم بلده وعمره ما رشح نفسه لاي منصب. ولما الجماعه حست يا ابني ان في ملعوب كبير بيتلعب، تكتكوا صح ورشحوا اتنين ما يتخيروش عن بعضهم، عشان لو واحد اتشال التاني سد طوالي. والراجل المؤدب المحترم ما قالش لا عشان مصلحه البلد، وفضل يعمل دعايه للمهندس الشاطر. ولما حصل الملعوب واتغير الحال، الشاطر بقى هو اللي بيعمل له الدعايه. عمرك شفت في حياتك حد عمل زي كده؟ حصلت مره في تركيا لما اتمنع اردوغان صح ترشح عبد الله جول لرئاسه الوزراء، وبعدين بكل حب بدل المكان وبقى عبد الله جول هو الرئيس واردوغان رئيس الوزراء، وبقت تركيا والحمد لله في احسن حاله. عقبالنا يا رب، عقبالنا يا رب لما ينجح مشروع النهضه ويبقى في احسن حال. يطلع ايه بقى ده كمان مشروع النهضه اللي انتوا طايرين بيه السما؟ كل مره اقابل واحد يقول لي مشروع النهضه مشروع النهضه، وعامل لي مسجف قال شكلك كده ما بتعرفش تفك الخط. قوم نزل طولك شويه وكلف خاطرك وامسك اي ورقه في جورنال ولا حتى على النت واقرا عن مشروع النهضه. وكفايه بس تعرف ان مشروع النهضه قايم على المرجعيه الاسلاميه، وان اللي قايم على المشروع ده يا حبيبي لجان استشاريه متخصصه ومئات من كل المجالات من كل الخبراء في كل المجالات، تعليم وصحه وبيئه وبطاله وتنميه وزراعه وصناعه والخ وناس زارت اكتر من 50 دوله عشان تنقل تجاربها، ووصلوا ل 25 تجربه رائده عشان يكون مشروع النهضه جامع لكل تجارب النجاح في العالم. والله اللي اعرفه ان ياما في مشاريع كتيره على الورق لا بيطبق منها حاجه ولا بنشوف منها حاجه. شوف يا فصيحه افندي، الشعب المصري ده اذكى شعب في العالم وعارف كويس قوي ان الميه تكدب الغطاس. يا ابوي نديهم فرصه يعملوا حاجه، ودول مش اي ناس، دول بقالهم 80 سنه شغالين رغم السجن والتعذيب وصدرة اموال، ومع كل ده وبرضه شغالين ومش قاعدين. الوقت لما نديهم سلطه ينفذوا مشاريعهم تفتكر هيخيبوا يعني؟ شفت الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحريه والعداله لرئاسه الجمهوريه لما اعلن ان 15 شركه عالميه وقعت يا ابوي مكاتيب مع حزب الحريه والعداله، ومضوا كونترات معاهم يجيبوا لمصر استثمارات يجي كده اكتر من 200 مليار دولار. وعلى فكره يا حبيبي الاستثمارات دي هتوفر اكتر من 2 مليون فرصه عمل في 4 سنين بس خد بالك يا ابو العم، الاجانب دول لا بيعرفوا يلعبوا ولا بيهزروا حبيبي، دول حاطين شرط معاهم حق فيه انهم يتعاملوا مع حكومه محترمه ورئيس محترم منتخب من المصريين كلهم. ويا ترى بقى الرئيس المحترم اللي انتوا بتتكلموا عليه ده هيحكم مصر بقى من دماغه ولا ياخد اوامره من فضيله المرشد؟ ولا مالك يالا وانت مش مظبوط ليه كده ومش على بعضك ليه؟ يا شيخ البصيره ما انت شايف الدكتور سعد وهو سعد وهو كده في البرلمان بالهدوم، والكبير والصغير والمؤيد والمعارض بيحترموه وبيقدروه وبيحبوا على راسه كمان. تعرف ليه؟ عشان ذوقه وأدبه. عمرك شفت الدكتور الكتاب اللي ده راح للمرشد خد منه تعليمات؟ عيب عليك، عيب يا ابو العم، اديه دول على الناس تفتري عن العالم المحترمه دي وتقول عليهم كتير. مش انا لوحدي يا جماعه اللي بقول الكلام ده، الناس كلها مش عايزاهم، كل الناس وكتير من الناس ضدهم. هي فوضى، طبعا لازم يكون في ناس كتير ضدهم، طبعا ناس كتير مش عاوزينهم. عد معايا مخابرات اسرائيل وامريكا وغيرهم تفتكر عايزينهم؟ ولا الفلول اللي زلم البلاد والعباد تفتكر عايزينهم؟ حرامية اللي نهبوا البلد تفتكر عايزينهم؟ الفاسدين والغشاشين تفتكر عايزينهم؟ المنافقين اللي على كل لون باتيستا تفتكر عايزينهم؟ اللي بيحسدون ومهارنين منهم تفتكر عايزينهم؟ البغبغانات اللي بيرددوا اي كلام من غير ما يعرفوا معناه تفتكر عايزينهم؟ وتعالى قول لي صح، في ناس محترمه بتخالفهم في الراي، لكن دول عمرهم لا شتموا الاخوان ولا قللوا من حبهم للبلد زي
مشكله. انما عايز اقول لك على حاجه، معظم اهل مصر الطيبين بيأيدوا الدكتور مرسي ومشروع النهضه. ايوه، اغلب ولاد مصر الطيبين بيأيدوا الدكتور محمد مرسي مشروع النهضة، والدليل على كده واضح زي الشمس، واللي ما بشوفش من غربان يبقى اعمى. قول يا ابوي، الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح اللي فيها اكبر علماء الدين بجد ايدوه. وكفايه ان الشيوخ اللي كانوا في التحرير مع الرجاله ايدوه، الشيخ نشأت احمد والشيخ صفوت حجازي وغيرهم. اقول لك انا بقى، واللعيبه المحترمين المعروفين باخلاقهم زي ابو تريكه وهادي خشبه وجمال عبد الحميد ومحمد حمص وجمال حمزه وغيرهم كتير. ولا الحفله اللي عملوها له والاستقبال اللي عملوه في استاد المحله اللي مالوا مدرجاته وما كفتش، راحوا ماليين ارض الملعب والشوارع اللي حوالينه كمان، وفي اسكندريه وفي المنصوره وفي دمياط ولا الشرقيه واسكندريه وسينا والمنيا والمحله وغيرها وغيرها وغيرها. ولسه ما هتشوف من الناس الطيبه دي في مصر كلياتها، واحنا مع الناس الطيبه دي. احنا مع مشروع النهضة ومع الدكتور محمد مرسي. وحبيبكم مين؟ مرسي. ورئيسكم مين؟ مرسي. وحبيبكم مين؟ مرسي. ورئيسكم مين؟ مرسي. ارفع راسك فوق ويا 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 مرسي.